اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض صوابع الاستريبس كده بالدجاج كده جميلة زي ما انتوا شايفين، تحفة. حاجة كده بتعمليها في البيت الأولاد بيفرحوا بها جدا جدا. وهنعمل كمان معاها الريزو بكل سهولة. شايفين بقى جمال صوابع الاستريبس كده تحفة. يلا بقى بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا الصوابع الاستريبس دي ازاي. انا هنا كنت بس بقى بحاول اوريلكم ان هي بقطعها كده، بوريها لكم مستويه من جوه وجميله وطعمها تحفه جدا. بجد هتعجبكم جدا، جربيها لو انت ما عملتهاش قبل كده. بينا بقى نخش نشوف الفيديو وعملناها الاكله الجميله دي ازاي. هنا انا اول حاجه قطعت، معايا ده كان صدرين فرخه مطلعاهم من الفريزر، قطعتهم صوابع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقعتهم في محلول الميه اللي هو عباره عن معلقتين من السكر، معلقتين من الملح، وخل وليمون وميه، وسبتهم لما طلعوا كل الزفاره اللي فيهم. وبعد كده مسكتهم غسلتهم، شطفتهم كويس، وحطيتهم في مصفى وسبتهم يصفوا. معايا هنا بقى البهارات اللي احنا هنشتغل بيها لصوابع الدجاج بتاعتنا. معايا توم باودر وبصل باودر وبابريكا، ومعايا كاري وفلفل اسمر وسبع بهارات وبهارات فراخ و ونص معلقه صغيره من الكمون. انا هنا دي كل البهارات اللي انا كانت معايا شايفينها في الطبق دي. المفروض انا كنت قلبتها الاول كلها، حطيت نص الكميه وسبت نص الكميه هحطه على الكفر الخارجي، بس حصل خير انا نسيت وقلبتهم كلك. فهنعمل ايه؟ هشيل نص كميه الدقيق اللي انا حطيتها في الطبق ده، كوبايتين دقيق عليهم معلقتين كبار من النشا. فانا شلت كوبايه منهم عشان التوابل حطيتها كلها، ورجعت حطيت بديل الكوبايه اللي انا شلتها كوبايه من الدقيق ومعلقه نشا. تمام. معايا بقى 2 من مرقه ماجي دي هنحطها كده برضو على الخلطه. وده لازم تحطي مرقه الدجاج دي على الخلطه بتاع الاستريبس، لان بجد هي اللي بتعزز الطعم وبتخليه حلو جدا. وحطيت ملح وهقلبهم بقى كده كويس. ومعايا بقى هنا ده مج كده من اللبن، وهحط مج من الميه. انا حطيت مج من اللبن عشان انا ما كانش عندي زبادي، فحطيت بداله مج لبن. وهعصر بقى ليمونه حلوه كده كمان، وهنحط برضو معلقتين من الخل، وهكمل برضو بالميه. وهقلب الخليط ده كله كويس كده مع بعض. انا عايزاه خليط مش ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، اخف من خليط الكيكه. بالقوام اللي انتوا شايفينه معايا ده. هنجيب بقى صوابع الفراخ بتاعتنا كده اللي احنا مقطعينها ونقعناها وشطفناها. هننزل بقى في الخليط ده وهقلبها، وهسيبها لمدة ساعتين. عايزة تسيبوهم 3 ساعات 4، عايزة تسيبها ليلة كاملة تعمليها قبلها بيوم وتسيبيها. كل ما بتقعد في التتبيلة اكتر كل ما بتبقى طعمها احلى واجمل بكتير. فانا هنا عملتها وسبتها ساعتين بس، لان الولاد كانوا مستعجلين عليها عايزينها بقى النهاردة. هركنها بقى كده على جنب، وهنعمل مع بعض الرز الريزو بكل سهولة. ولعت كده على حلة على النار، وهنزل بقى بشوية من الزيت. حابة تحطي زيت على سمنة ماشي، بس انا بحس ان الزيت بيبقى خفيف عن السمنة. بحبها بحب الرز بالزيت. معايا بقى بصلاية حلوة كده فرماها ناعم،
وهشوح فيها شوية كده على النار لحد ما البصلية بتاعتي تدبل كده وتصفر. وحطيت ورقتين كده من اللوري، ولو عندك حبهان حطي، وطماطمايه كبيرة مبشورة. وده خلطة كده الرز الريزو انا عاملاها في البيت، عبارة عن معلقة من الكاتشب ومعلقة من عسل النحل ومعلقة من المستردة ومعلقة من اللهم صل على النبي من السيا صوص ومعلقة من الخل ونص ليمونة. كل ده انا عملته عندي في البيت، وشوية من الشطة لو انتي حباها، مش حابة الشطة ما تحطيهاش. وحطيت بقى نص الكمية اللي انا عملتها دي كده على البصل والخلطة الحلوة اللي احنا عملناها للرز الريزو. وده معلقة كده نص معلقة من الكاري. ومعايا بقى كوبايتين من الرز. انا عامله رز بلدي، انتي عايزه تعملي رز مصري، يعني انتي عايزه تعملي رز بسمتي براحتك. بس انا بصراحه عندي الولاد مش بيحبوا الرز البسمتي. هنظبط بقى الملح بتاعنا، ودي على طرف المعلقه كده سنه من بودرة الزعفران عشان تعزز لون الرز بتاعنا وتخليه كده اصفر وحلو زي اللي بيتباع في المطاعم بالظبط. وظبطي بقى ملحك بطريقتك انتي. زودت الرز بتاعي ميه وهغطيه واسيبه بقى لحد ما يتشرب كده، وبعد كده هرجع اوطي النار عليه واسيبه لحد ما يستوي. هنا بقى وكان خلاص كده هنحمر الصوابع الستريبس بتاعتنا. فانا معايا هنا ده بقى الخليط اللي انا كنت شايلاه من الدقيق اللي انا عامله فيه الخلطه بتاعه الصوابع الدجاج دي. حطيت عليها كمان كوبايه من الدقيق. وهنا بقى بشيل من الخليط اللي منقوع فيه، بنزل على الدقيق وبشيل من الدقيق للميه بسرعه كده، وبروح راجعه تاني عاملاه في الدقيق وبنكتها نكته خفيفه كده عشان انا عايزاها تبقى ايه شكل الصوابع الستريبس اللي بتتباع جاهزه. والزيت انا مولعه عليه يسخن، مولعه عليه يسخن جامد. هشيل بقى اللي احنا ايه عفرناهم بالدقيق كده، وهكمل بقى ايه مع نفسي. سهلة جدا جدا والولاد بيحبوا الاكلة دي. عايزة اقول لكم ان كان عندهم فرح اليوم اللي بعمل لهم اكل فيه زي كده، بيفرحوا جدا جدا. ما بيحبوش الطبيخ، ما بيحبوش المحاشي. هنا بقى الزيت بتاعنا كان سخن، نزلت بقى بصوابع الدجاج بتاعتنا كده. هنا بقى هنوطي النار بتاعتنا لما بننزل بقى كده هو الزيت سخن عشان ما تحمرش معايا بسرعة من بره وتبقى الفراخ بتاعتنا نية من جوه. نار متوسطة كده ونسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها، ومش هنقلب دلوقتي خالص. انا هنا بقى بعمل الدور التاني اللي انا هحطه بعد ما اطلع الدور ده. ما تعمليهوش وتركنيه فوق بعضه، لان الخليط ده بيشرب بالدقيق وهتلاقيه كده يعني على بعضه كده اضطر كده وتعجن ومبقاش حلو. لا انتي اعملي على قد الدور بس كده اللي انتي هتحطيه في الزيت، واول ما تطلعي اللي في الطاسه روحي حاطه ايه الدور التاني وتبداي تعملي غيره وهكذا. هنا بقى انا بقلبه كده بالشكل اللي شايفينه ده جميل جدا. عايزه اقول لكم كان تحفه تحفه والله العظيم، كان حكايه.
وانا نسيت على فكرة اقول لكم ان انا حاطه معلقة كبيرة من خلطة بروستي، حاجة زي كده، هي اسمها حاجة زي كده، هو ابني اللي جابها لي، بس كانت جميلة جدا. دلوقتي بقى كنت خلاص خلصت وغرفت، شايفين الكمية بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا. وده صوص جبنة انا عاملاه، والرز بتاعنا جميل ومفلفل وكان طعمه حلو جدا. بجد جربوا الاكله دي جميله، بلاش تخرجوا تاكلوها بره بشيء الفلاني، اللي اعملها في بيتك وانضف واوفر واطعم بكتير عن اللي بتشتريها جاهزه من بره. انا هنا بقى بوريكي شكل الصوابع كده تحفه، ومقرمشه من بره وطريه من جوه ومستويه، حاجه كده عظمه بجد. فيديو يستحق منكم لايكات كتير، ما تنسوش بقى تحطولي لايك، ولو انتي اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.